فكرت قبل كده إن كتاب واحد ممكن يكون نقطة تحول في حياتك؟ النهاردة هنستعرض مع بعض أفضل 5 كتب في التنمية الذاتية اللي فيها أفكار عملية ونصايح يمكن تطبقها عشان تحسن كل جانب من حياتك. مش هنتكلم بس عن أسماء الكتب، لكن كمان هنغوص في مضمونها وإزاي ممكن تأثر عليك. فلنبدأ. أهلا بيكم في فيديو جديد، وزي ما اتكلمنا في المقدمة عن أفضل 5 كتب في التنمية الذاتية. الكتاب الأول العادات الذرية لجيمس كلير. الكتاب بيركز على كيفية بناء عادات صغيرة لكنها فعالة. الكاتب بيشرح إن التغييرات الكبرى ما بتحصلش مرة واحدة، لكن بتبدأ بخطوات صغيرة. وإليكم بعض الأفكار الأساسية. قاعدة 1% يوميا. بيقول لك يا سيدي إن أنت لو تحسنت بنسبة 1% فقط يوميا في أي شيء هتوصل لنتائج مذهلة على المدى الطويل. نظام البيئة. بيقول لك كمان خلي العادات الإيجابية سهلة الوصول والعادات السلبية صعبة التنفيذ. كمان من ضمن الأفكار هي سلسلة العادات. اربط عادات جديدة بعادات تانية أنت بتعملها بالفعل. مثلا بعد ما أغسل سناني هقرأ صفحة واحدة. ده على المدى البعيد هيخليك تقرأ كتاب كامل. ابدأ بعادة صغيرة، زي مثلا ان انت تمشي 5 دقايق يوميا، او ان انت تقرأ فقرة واحدة. المهم هو الالتزام، وهتلاحظ التغيير تدريجيا. الكتاب التاني فكر تصبح غنيا لنابليون هيل. وبرغم من ان العنوان بيوحي بالثراء المالي، لكن الكتاب بيعالج مفهوم النجاح بشكل كامل. ومن ضمن الافكار الاساسية في الكتاب الرغبة الواضحة. حدد اللي انت عايزه بالظبط. الرغبة القوية هي نقطة البداية لأي نجاح. التصور والإيمان. تخيل هدفك كأنه اتحقق بالفعل، وخليك واثق في قدرتك على تحقيقه. الفعل المستمر. ما يكفيش التخيل بس، لكن كمان لازم تعمل يوميا على تحقيق أهدافك. اكتب أهدافك على ورقة وخليها في مكان بتشوفه كل يوم. اقراها بصوت عالي كل يوم الصبح وبالليل عشان تذكر نفسك باللي بتسعى لتحقيقه. الكتاب الثالث كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس للعظيم ديل كارنيجي. التعامل مع الناس هو مهارة أساسية في حياتنا اليومية، والكتاب ده بيقدم لك أدوات عشان تحسن علاقاتك. إظهار التقدير الصادق. دور على حاجة إيجابية في كل شخص وعبر عنها بصدق. الاستماع الفعال. استمع للآخرين باهتمام واهتم باللي بيهتموا بيه. تجنب الجدال. بدل ما تحاول تثبت إنك على حق، حاول تفهم وجهة نظر اللي قدامك. في المرة الجاية اللي تقابل فيها شخص اسأله عن شغفه واهتماماته واستمع بإيجابية. هتلاحظ الفرق في طريقة تفاعله معاك. الكتاب الرابع لا تهتم بصغائر الأمور لريتشارد كارلسون. الكتاب بيركز على أهمية تهدئة العقل وتجنب القلق بشأن الأمور الصغيرة. الحياة قصيرة جدا للقلق. ركز على الأمور الكبيرة والمهمة وسيب اللي بيأثر بشكل حقيقي على حياتك. العقل الهادئ ينتج حلولا أفضل. بدل من الغضب والتوتر دور على طريقة للتعامل بهدوء. كن حاضرا. عيش اللحظة الحالية بدل من القلق بشأن الماضي والمستقبل. لما تواجه موقف صعب اسأل نفسك هل ده هيأثر على حياتك بعد 5 سنين؟ لو كانت الإجابة لأ، ما تضيعش طاقتك عليه. الكتاب رقم 5 قوة الآن لإيكهارت تول. الكتاب ده هو دعوة للتوقف عن التعلق بالماضي والقلق بشأن المستقبل والتركيز على اللحظة الحالية. الأنا العقلية. معظم معاناتنا بتيجي من أفكارنا اللي بتربطنا بالماضي أو بتخوفنا من المستقبل. الوعي الكامل. لما بتعيش اللحظة بحواس كاملة بتلاقي السلام الداخلي. التحرر من الزمن. الزمن هو مجرد مفهوم. السعادة والسكينة دايما موجودين دلوقتي حالا. جرب تمرين بسيط. اقعد في مكان هادي، ركز على ان انت تتنفس بس، ولاحظ الأفكار اللي هتجيلك. درب نفسك على العودة للحاضر في كل مرة تتشتت فيها. وبكده نكون استعرضنا أفضل 5 كتب في التنمية الذاتية مع شرح مبسط لكيفية الاستفادة منها. الكتب دي مش مجرد كلام، دي أدوات حقيقية لتغيير حياتك لو طبقتها. عاوز أعرف رأيك، قريت إيه من الكتب دي؟ وهل عندك كتب تانية ممكن تنصح بيها؟ شاركني في التعليقات، وما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصلك المفيد. إلى اللقاء في فيديو جديد.